الفيديو ده معمول عشان الناس اللي لسه ما استسلمتش بس حاسه ان هي بتبتدي تفقد الامل في رياضتها او في حياتها. الفيديو ده للناس اللي بقالها مده بتخسر سواء في البطولات او في التمرين. وهنا انا بتكلم عن الجوجيتسو، بس بيني وبينك احنا كمان بنتكلم عن الحياه. قبل ما تاخد قرار الاستسلام تعال نبص نظره متمعنه على ابطال رياضه الجوجيتسو. ازاي حد بيقدر يكسب عشرات المرات والناس كلها بتبص له بعين الاعجاب وتقتدي بيه؟ وليه هو كده وانا كده؟ انا كنت فاكر اني هكون بطل من اول ما ادخل التمرين، لكن الحياة كان ليها رأي تاني وطلعت أقل بكتير مما أنا اتمنيت. وعشان تفهم المشكلة جت منين لازم تسأل الأسئلة الحقيقية. هل هم لما ابتدوا كانوا بيكسبوا على طول ولا كان في تشابه بينك وبينهم؟ ولو شبهنا فإيه اللي خلاهم يوصلوا للمستوى ده؟ أو حتى مش لازم المستوى ده، بس إزاي أقرب ليهم شوية؟ هنا هتلاقي حاجة غريبة أوي. العامل المشترك بين كل اللي حقق إنجاز في الرياضة دي إنهم: واحد، عندهم دافع قوي. اتنين، بيستمروا في التمرين لسنين. وتلاتة، إن عندهم خطة وهدف. ناس كتير بتتخيل إن الرياضيين المحترفين بيشعلوا الحماس جواهم من حاجات سطحية، زي مثلا لما يخش يتمرن بقى أول مرة هيكون أقوى من كل الناس اللي موجودين بيتمرنوا بقالهم سنين دول، أو هيخش ينافس في البطولات وهيكسب كل الماتشات اللي هتقابله. التفكير ده عادة مش بيودي لنتيجة كويسة، وأغلب الوقت بتلاقي الشخص بيتمرن جامد في الأول وبعد كده بيبطل مع مرور الوقت. الحماس الحقيقي للرياضيين المحترفين بيطلع من مشاعر أعمق بكتير، من مشاعر زي الغضب والخوف. الغضب بيحركهم عشان يثبتوا لنفسهم وللعالم قدرتهم، والخوف بيخليهم يتحركوا عشان يهربوا من الفشل أو من الإحساس بعدم الكفاية. الاتنين دول هما السبب الرئيسي ورا الحماس الحقيقي اللي بيدفعهم يفضلوا مستمرين في رحلتهم. فاستخدم مخك انك تركز على الحاجات اللي بتخوفك وبتغضبك بحيث ان انت تطلع طاقة في الاتجاه المعاكس، واستخدم الطاقة اللي طلعت منها عشان ما تكررش النتيجة دي تاني. الخوف شعور بيعمي صاحبه لو زاد عن حده، وبيمنع المخ ان هو ياخد القرار الصح، فبنستخدمه بس كشرارة للبداية، وبعد كده بتبتدي تتحرك في اتجاه الهدف. وهنا بيجي أهمية الواقع وتصرفك فيه. مفيش حاجة في الدنيا ليها تأثير زي إنك تبدأ تاخد خطوات حقيقية على أرض الواقع. الخطوات دي مش هتأثر بس على حياتك المادية، ولكن هيبقى ليها تأثير قوي جدا على مشاعرك وحالتك النفسية. فكر مثلا لما بتكون مكتئب ومش مرتاح وتقنع نفسك إنك تنزل تتمرن، بعد ما بتخلص بتحس إنك أحسن بكتير. ده معناه إن الطاقة السلبية اللي أنت كنت شايلها اتحولت لطاقة إيجابية. وفي المقابل لما تقرر إن أنت ما تروحش الجيم بتلاقي نفسك متضايق أكتر وقاعد بتلوم في نفسك. الحقيقة إن عاداتك هي المفتاح. كل واحد فينا عنده عادات بناءة بتدفعه لقدام وعادات هدامة بتجره لورا. الفرق الحقيقي هو كمية العادات البناءة اللي بتجمعها لنفسك. فكل ما عاداتك تكون بناءة كل ما الطريق هيكون أقصر وهتوصل له أسرع. لكن السر مش بس في العادة الواحدة، السر في التجميع المستمر للعادات الإيجابية اللي تدفعك لقدام. وزي ما ربنا خلق الكواكب أحجام مختلفة، كل ما الكوكب ما زاد حجمه كل ما زادت جاذبيته. فكل ما عاداتك الكويسة زادت كل ما هتكون جاذب أقوى لهدفك، وده اللي بنسميه اكتساب مومنتوم أو قوة دافعة. القوة دي هتسمح لك إنك تتحرك بسرعة أكبر مع مرور الوقت ناحية هدفك، وهتخلي من الأصعب إنك ترجع تاني للعادات السيئة بتاعتك. بس خلي بالك إن القوة دي معتمدة على عنصر أساسي وهو الاستمرار. من غيره القوة دي بتفقد سرعتها وبتتفكك من بعضها. فانت لازم تفهم انك سواء حاسس بانك عايز تعمل اللي عليك او حاسس انك مجهد، فانت هتعمل اللي وراك كده كده، وبكده نبقى وفرنا مصدر طاقة قوي وسرعة وجاذبية اقوى بالفعل والاستمرار. فاضل اخر واهم حاجة وهي الهدف. حلو جدا الكلام ده، بس اعمل ايه برضو؟ مش فاهم. شفت الخريطة اللي في الجيمز بتشتغل ازاي؟ في الأول بتكون كلها ضلمة، وكل ما تتحرك فيها وتكتشفها كل ما تلاقي مهمات جانبية تساعدك عشان توصل لهدفك الأساسي. كل ما تخلص سايد ميشنز أكتر أو مهمات جانبية أكتر كل ما بتبقى أقوى وبتقدر إن أنت تاخد تحديات أصعب. اتعامل مع الواقع بنفس الطريقة دي. مش هتعرف أنت المفروض تعمل إيه إلا لما تتحرك تتمرن وتقابل ناس مختلفة بمستويات وأحجام مختلفة. ده هيرسم لك حجر الأساس اللي تبني عليه. من هنا لازم تكتسب معلومات كتير عن التكنيكات والأنظمة اللي بيستخدمها لاعبي المستوى المحترف، ودي ممكن تتعلمها بطريقة من اتنين. أول طريقة سريعة بمقابل مادي، والطريقة التانية طريقة أبطأ بس متاحة للجميع. الطريقة الأولى هي إنك تستشير حد ذو خبرة، سواء لاعب أو مدرب على مستوى عالي. ده عادة بتدفع له فلوس في مقابل إنه يوجهك للأماكن المهمة ويكشف لك نقط ضعفك ويديلك حلول. من الآخر بيرسم لك الخطة بتاعتك.
الطريقة التانية هي انك تعرف توجه نفسك بنفسك، وده مش هيجي غير بالتعلم المستمر. املأ انستجرام وتيك توك بمحتوى يفيدك في رياضتك. دور على يوتيوب دايما، المعلومات فيه اعمق بكتير من المعلومات في اي سوشيال ميديا تانية. تابع الشخصيات المؤثرة في مجالك، واسهر عشان تتابع الماتشات المهمة. قرب للناس اللي سبقتك، ولاحظ الحاجات الكويسة اللي هم مشتركين فيها، زي ان هم بيتمرنوا على طول. ما تبصش للخسارة كأنها وصمة عار، عشان هي احسن طريقة تعرف بيها نقط ضعفك. لو وصلت لحد هنا في الفيديو فانا عارف انك فعلا بتدور على اجابات. اتمنى ان يكون ساعدتك في انك تجاوب على بعضها. لو عايز تعمل خطة معايا ونظرتي للجوجيتسو ممكن تفيدك، انا عندي خدمة اونلاين كوتشنج. ابعتلي على انستجرام وانا ابعتلك التفاصيل، لينك في الديسكريبشن. ولو استفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اشوفكم على خير.